الحمد لله كله تمام. الناس كلها الاهلاويه كلهم عايزين يعرفوا مين المدير الفني للاهلي الجديد. المدير الفني للاهلي الجديد قلت لهم لسه. ريهام اللي هتقول لكم بقى. طيب خلال الفتره الاخيره الاهلي تواصل بشكل غير رسمي مع اكتر من مدير فني، يعني ممكن بشكل رسمي غير رسمي. ركز مع نقطه غير رسمي دي، غير رسمي. عشان نقطه غير رسمي دي مهمه جدا. ماشي. ان هو كان بيتواصل من خلال بعض الوسطاء ويسال على التفاصيل، الفلوس، الحاجات دي كلها، لكن التواصل ما تمش بشكل رسمي. كان في تواصل حصل مع 3 أو 4 اسامي خلال الفتره اللي فاتت من كذا مدرسه مختلفه للتدريب، لكن الموضوع كان بيتم بشكل غير رسمي زي ما بقوله لك، وان الكلام كان بيتم على ان الوسيط ده احنا بنشوف لو انت ما عندكش مشكله ان احنا نعرضك على النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي عارف ان لو حصل اي اكشن رسمي بخصوص قصه المدرب ده باي ورقه رسميه، ده ممكن يبقى ورقه ضده طبعا في اي اجراءات قانونيه ممكن ياخدها المدير الفني يسترب لو الموضوع تطور بينهم وما اتحلش طبعا بشكل ودي خلال الفتره اللي جايه. فلحد دلوقتي موضوع المدير الفني هيفضل متاخر شويه حلوين لحد ما نشوف بقى قصه المدير الفني ده هتتحل ولا مش هتتحل بشكل ودي. وفي حاجه تانية كمان، نقطه تانية، ان كانت قال ان المدير الفني هيوصل وكيله مصر يوم الاحد علشان يقعد مع النادي الاهلي، وان في اتفاق ما بينه وما بين النادي الاهلي عشان يبتدوا ان هم يحلوا القصه والازمه. والحقيقه ان الكلام ده ما حصلش، هو المدير الفني الوكيل بتاعه ممكن يوصل خلال 48 ساعه اللي جايين، بس ملوش علاقه بالنادي الاهلي خالص. الوكيل هو نفسه وكيل ايفرتون اللاعب في نادي بيراميدز، فهو عنده قاعده مع بيراميدز بخصوص اللاعب عشان يشوف الموسم بتاعه طبعا، واللاعب مرتاح مش مرتاح، الحاجات دي كلها مع النادي هناك، لكن هو مش جاي بخصوص النادي الاهلي ولا يسترب نهائي. طيب نروح الى سيحه. سيحه، ايه قصه سيحه؟ احنا عارفين ان سيحه مبتعد تقريبا من اول دخول النادي الاهلي ومش موجود تقريبا، حتى الحارس الثالث هو حمزه علاء متواجد. اللاعب كان عايز يخرج من فتره طويله، وكان عايز يخرج في يناير اللي فات لان هو حابب ان هو يكون بيشارك يعني، بس النادي الاهلي في الوقت ده ما طلعهوش. في ماتش الزمالك كان المفروض سيحه هيكون جوه السكور شيت بتاع النادي الاهلي، يعني كان هيبقى متواجد هو الحارس الثالث بعد حمزه علاء وبعد مصطفى شوبير. وده سبب مشكله عند اللاعب، ان هو كان في استياء بالنسبه له، ان هو يعني على الاقل المفترض ان انا اكون الحارس الايه الثاني بعد مصطفى، الثاني بعد مصطفى مش الثالث بالظبط كده. يعني كابتن محمد الشناوي كان بره الماتش، هو كده يعني كده كان لو بره احنا الماتش. بس بنقول الشناوي شوبير سيحه حمزه علاء، هو حاليا الترتيب شوبير الاول هو الاساسي، وبعد كده طبعا كابتن محمد الشناوي، وبعد كده حمزه، وبعد كده سيحه الرابع. فلما كان كابتن محمد الشناوي بره السكور في المباراه دي، فكان سيحه فاكر ان هو هيبقى رقم 3 او رقم 2 بعد مصطفى شوبير، ففاجئ ان هو رقم 3 بعد حمزه علاء، فده كان فيه استياء من اللاعب، وكان السبب في خروجه من القائمه لمباراه الديربي. يعني ما كانش سبب اصابه زي ما اتقال وقتها، هو ما كانش مصاب ولا اي حاجه خالص، الاستبعاد بتاعه كان للسبب ده. طيب اللاعب ده اسمه ايه معلش عشان انا هو يعني اسمه صعب قوي كده، اسمه شيرزاد تيميروف تقريبا. ايوه ده جنسيته ايه شيرزاد؟ هو اوزبكستاني تقريبا. بالظبط كده، بيلعب في نادي ار بي العراقي. المفترض كويس شيرزاد ولا يعني الكلام اللي انا قريته، بص اصل كويس دي ومش كويس، اوزبكستاني دي جديده. طب يعني هو كابوتشا ولا كاموش اللي موجود في النادي الاهلي ده برضه هو كمان ايه يعني؟ لا هو المهاجم انا سالت عليه، اتقال ان ارقامه كويسه جدا ومهاجم كويس جدا بالفعل يعني، وارقام كويسه مع النادي بتاعه. اللاعب طبعا هيلعب مع المنتخب بتاعه في كاس العالم. التفاصيل بتاعه القصه بتاعته مع النادي الاهلي، هو بالفعل حصل تواصل ما بين النادي الاهلي وما بين اللاعب خلال الفتره اللي فاتت. التواصل لسه مستمر، لم يتوقف حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، بس اللاعب عنده مشكله واحده، او اللي حصل في الاختلافات كانت الاختلافات الماليه. النادي الاهلي كان عارض رقم اقل، اللاعب لو كان النادي الاهلي رفع العرض بتاعه ل $800,000، وانا بقول لك رقم هو عشان الناس قالت مليون الكلام ده كله، لا هو لو الراتب كانت رفع ل $800,000 كان هيوافق وكان هيجي النادي الاهلي. لكن لحد دلوقتي اللي معروض من النادي الاهلي اقل من كده، واللي طالبه اللاعب اكتر، فالموضوع متوقف. اللاعب عنده اهتمامات تانية، بس هو بقى بدا دلوقتي في الوقت الحالي يفكر في حاجه تانية، ان هو هيشارك مع منتخب بلاده في كاس العالم، فبالتالي هو مستني بقى، حابب ان هو يفكر ان هو يستنى لكاس العالم، حابب لو تالق يعني خلال مشاركته مع المنتخب بتاعه، ان هو ممكن يجي له عروض تانية تكون اقوى وبارقام اكبر، فعشان كده الموضوع هولد في الوقت الحالي يعني. طيب نروح لشوبير.
شوبير طبعا كل الناس مستنيه تعرف اخر مباراه في الدوري هيبقى ايه موقفه منها وهيشارك ولا لا. بالنسبه للاصابه بتاعته، فمصطفى الاصابه بتاعته خفيفه جدا، يعني خلال يومين بكتير قوي هيكون مشارك بشكل كامل في التدريبات. ففكره ان هو مش هيكون موجود دي مش مطروحه، والمداوره برده خلال المباراه الاخيره دي مش مطروحه. هو هيكون الحارس الاساسي لو رجع بشكل اساسي خالص للمباراه. يعني عندك اي حاجه اخيره خاصه بالسكاوتنج؟ عندي نقطه مهمه جدا، عشان كانت الناس طرحت اسم زميلنا العزيز احمد عز ان هو هيكون موجود في اداره السكاوتنج. طبعا انا سمعت كلامك كله قبل الفقره، وطبعا لا تعقيب عليه، كل الكلام مظبوط. وفي انترفيوهات اتعملت لناس كتير هتكون موجوده تحت الاداره اللي هي هتكون كابتن انيس بوجلبان المفترض. لكن المفترض ان احمد هيكون متواجد في اداره تانية خاصه بعيد عن السكاوتنج تماما. يعني حاجه تانية بعيد، مش هيكون متواجد مع السكاوتنج تيم في الاهلي يعني. عشان كل الناس كانت ربطته بالسكاوتنج، لا هو هيبقى في اداره تانية مش السكاوتنج تيم خالص. يا بنت اكمل حاجه كمان، قوليلي. اكمل حاجه تمام. في كلام كتير عن المعارين كمان، وان بقى بدا يحصل خلاص تواصل عشان مين هيرجع للنادي الاهلي ومين مش هيرجع من نهايه الموسم. كل المعارين اللي طلعوا معارين لحد نهايه الموسم بس 6 شهور، عشان كان الناس بتقول سنه وسنه ونص والكلام ده كله. لا، كله تنتهي اعارته بنهايه الموسم الحالي. فبنهايه الموسم الحالي كل المعارين في الدوري المصري هيرجعوا بشكل طبيعي للنادي الاهلي. ويبتدي النادي الاهلي يدرس العروض اللي عندهم، سواء اذا كانت الانديه بتاعتهم عايزاهم يستمروا اللي هم معارين بيهم ولا لا. في حد النادي الاهلي هيبتدي ان هو يحتاجه خلال الفتره اللي جايه. النادي الوحيد اللي اتكلم مع كريم الدبيس كان سيراميكا كليوباترا ان هو عايزه يكمل سنه كمان معاهم خلال الفتره اللي جايه. ولسه طبعا القرار ما اتخذش، لانه هم حتى لسه ما فتحوش كلام مع النادي الاهلي. بعد الموسم ما يخلص بقى هيبتدي حسم القصه دي كلها. نورت الدنيا يا رهام. بنورك يا ابراهيم، ربنا يخليك. ربنا يخليك. اكس راي مع عبد الرحمن مجدي بعد الفاصل، خليكم معانا.